يا جماعة اكو شغلة انتبهت عليها من حضرت المباراة مال العراق والنرويج. الجمهور النرويجي منظم جدا، واذا شفتوا كنا شفنا هاي الحال السوالفة مالتهم من يقعدون يكونوا يسوون سووها 3 مرات، 3 قوال جابوا، كل ما يسووها يجيبون جول، الرابعة ما سووها لان احنا اعطيناهم الجول، فيعني ما سووا لهم الوعي، ما احتاجوها اصلا. الجمهور العراقي مالتنا يعني جمهور يعني جمهور يعني خطية، اغلبهم هم مزيحيين ويسبحون بالمسبح، فما تنتظر من عندهم هتاف غير هالسيج الاول او تشيس نرويج. باقي الجمهور هذا اللي نشوفه بالدوري الدرجه الممتازه ما موجود، هذا ما وصل لكاس العالم حتى يشجع المنتخب. فهذا نداء عاجل الى العراقيين الموجودين بداخل العراق. احنا مغتربين شويه، يعني مو ذنبنا انه احنا عتق. فبالتعليقات كتبوا بعض الهتافات الجديده اللي ممكن يستخدموها الجمهور اللي راح يحضر مباراه العراق والسنغال، لازم نفوز بها 4-0، واذا زي التحسين موجود فمبدئيا 4-1 راح تكون نتيجه. هتافات حتى يشجعون بها المشجعين الواعيب حتى يجيبون جوال جديده، لانه للاسف هاي الهتافات تخليهم يلعبون الطريقه مال 86. ترى يعني احنا مساكين مغتربين نسمع هيثم يوسف، انتم تسمعون سعدون هواي اشياء مختلفه، فالحقوا لنا بنداء بهتافات رحمه لوالديكم. اليوم اكتبوا جوا، خلي العراقيين يتفرجون، او ما ادري سووا لكم ديمونستريشن، فيديو صغير شلون يسوون الهتاف، شلون يقدمون لكم، اعطونا اشياء جديده.